الفيديو ده نسمعه الأول كده. لو افكر يوم بقلي انت بعدك مش فارق لي، كنت فعلا مش لايق لي، مش مقامي ومستوايا، انت كنت بجد لانا، انت شكله فيك خدانا، انت قلبك مش بتاعنا، انت شر وجاب اخرنا، روح وعيش مع حد غيرنا، واللي ينكر مرة خيرنا مش هنبقى عليه بجد، احنا وياك اتنازلنا، كنا فوق ومعاك نزلنا، بس من غيرك ما زلنا، لسه عايشين وانت لا، لسه عايشين وانت لا. أنا هعتبر الأغنية دي حوار ما بين المغني والجمهور اللي بيسمعه. فهو بيقول لو أفكر يوم بعقلي أنت بعدك مش فارق لي، يعني لو أنا هفكر بعقلي أنت بعدك مش فارق لي. هل لو بعد عنينا كل أهل الفن، لو خرج من حياتنا هذا الشخص اللي بيغني وكل الشخصيات اللي هي بتسبب لنا جرف في الحياة مش عارفين نخلص منه، لو أنا هذه الشخصيات فكرنا بعقلنا زي ما بيقول هو وطلعناها بره حدود حياتنا خالص، الكلام ده هيفرق معانا؟ يعني حياتنا هتتأثر بشيء؟ احسبوها بالعقل. ده هو بيقول انت فعلا مش لايق لي ولا مش لابق لي، انت فعلا مش لايق على حياتنا خالص. كل من يمتهنون الفن في هذه الايام لو احنا حسبناها بالعقل هنلاقي دول بجد دول لعنة في حياتنا. المفروض ان احنا نبدأ الاصلاح من هنا، لانه الهبل اللي بيحصل دلوقتي من كل الناس خلناه فن، واطلقنا على الاشخاص اللي بيمارسوه فنانين ومبدعين اللي هم يعني الغالبية العظمى منهم عشان ما اغلطش اتربت ارباية حرمان، وتلاقي الكل بينتقد يقول لك شاكوش بكوش بحمو بيكا حمو تيكا مش عارف شعبان عبد الرحيم مش عارف فلان علان، وبننتقد. 80% من الشعب بينتقد، واكثر من 100% تلاقي اخوه يعني في حالة ضيق وعليه ديون وهو يقول لك انا هجوز الواد وهعمل له فرح تتحاكى به الناس. وللأسف لا في حد بيحكي ولا حد بيقول ولا حد بيعيد. كل اللي بيحصل انه الفئات الضالة امثال اخينا يزدادوا ثراء، واوسخ حاجة في المجتمعات انه الثراء والاموال تبقى في ايد سفهاء، مصيبة كبيرة جدا، وتلاقي في الاخر المردود سيء عليك. انت كمواطن تروح للدكتور تلاقي كشفه بيجي ب1000 جنيه، يا عم انت ليه غليت الكشف؟ يقول لك يعني ما امبارح كان عندكم فرح في البلد وكان عندكم فلان اللي بيغني ودفعتوا له اخر الليل 150,000 جنيه و200,000 جنيه على ساعتين شرب فيهم سجارتين وقال له كلمتين في الفاضي، وانا اللي عرقت وخدت بكالوريوس طب وبعمل عمليه جراحيه في القلب ولا في المخ، مستكتر عليه انه كشف يبقى ب1000 جنيه.